السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانتوما شفتوا لا فيديو في الاول. اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم واحد الخبز توست بدقيق القمح الكامل. كيجي رائع وكيجي هشيش وما كيتكسرش معكم بزاف في الطريقة ديال التقطاع ديالو. والمقادير بسيطة، دائما كتكون عندك يعني النساء في البيوت. يعني الطريقة سهلة. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير، ما تزربوش المقاطع باش تشوفوا الطريقة السر ديالو، باش ما كيجيش معكم ملي يجي تقطعوه ما كيجيش يعني فيه الكسور في التقطيع. والطريقة راها سهلة وما فيهاش المقادير بزاف، وفي متناول كل سيدة، وديرها لوليداتها يعني يبقاو يفطروا بهم في الصباح او في الكوتي، ولا يديوهم معهم المدرسة. كيجي رائع البنات. وإلا عجبكم لا فيديو ديال هذا النهار ما تنسوش تبعتوا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. والطريقه البنات سهله، ما تخافيش من التحضير ديالو. كيجي ساهل. تبعي غير الطريقه والمقادير. كنجيبوا البنات البول اللي كنعجنوا فيه، كنديروا نصف كيلو ديال الدقيق القمح الكامل. انا البنات نقص من نصف كيلو ديال الدقيق القمح الكامل كأس، كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو، وضفت عليه الدقيق الابيض. علاش البنات السر الاول علاش ما درتش الدقيق القمح الكامل نصف كيلو كامل البنات؟ حيت الدقيق القمح الكامل ملي كنعجنوه كيجينا يعني كيجي قاصح شويه، يعني ما كيجيش هشيش بزاف، وضروري غيتكسر معكم ملي تكونوا كتقطعوها البنات. عليها ضفت البنات الدقيق الابيض، يعني نصف كيلو ديال الدقيق القمح الكامل، حيدت منه كأس، وضفت داك الكأس زدتو ديال الدقيق الابيض. يمكن لكم ديروا الدقيق الابيض الاحرش، او اللي حابه يعني دير الدقيق الابيض كامل. ولكن انا اليوم جيت نتقسم معكم خبز توست بالدقيق القمح الكامل. يعني كل سيده كيجيها صعوبه تخدم يعني الخبز توست بالدقيق القمح الكامل. وتبعوا الطريقه راها سهله البنات. كنضيفوا البنات داك الكاس اللي ضفتو ديال الدقيق الابيض، كنضيف عليه ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وكنضيفوا 2 ملاعق ديال العسل. ما كنضيفوش البنات السكر، لاننا بغينا هذا الخبز ديال الطوست يكون غني وما فيش يعني السكريات بزاف، يعني نديرو العسل. كيجي البنات رائع، وتا العسل كيعطي ذوق رائع. كنضيفوا البنات 2 معالق ديال العسل، وكنضيفوا كأس ديال الماء دافئ، يعني ماشي الماء يعني سخون بزاف، وماشي الماء بارد، لان الجو دابا بارد. باش تفاعل معنا الخميره ضروري من هاد الطريقه في الاول البنات باش ينجح معنا الخبز. ضروري نديرو هاد الطريقه الاولى ديال اختمار ديال نفعلوا الخميره ديالنا مع العسل والماء دافئ. كنضيفوا البنات الدقيق ديالنا ملعقه ديال الملح، وكنضيفوا 2 ملاعق ديال زيت الزيتون، لان زيت الزيتون البنات كتعطي واحد الذوق رائع في الخبز توست ديالنا ديال الدقيق القمح. واللي بغات البنات دير الزيت المائده يمكن لها ديرو، ولكن انا قلت لكم اليوم ان شاء الله بغيت ندير هذا الخبز توست يعني غني بالفوائد ويعني وصحي اكثر. بسست البنات داك الدقيق ديالنا بداك الزيت حتى ولا الخليط مرمل، وعلى ما تفاعلت الخميره ديالنا وعاد غنضيفها للخليط.
هذا هو السر البنات الاول باش كيعطينا داك الهشاشه ديال الخبز. ما كيجيش البنات الخبز مدقص. كنستمر البنات على هاد الطريقه بدل العجن. كنعجن الدقيق ديالي مزيان وكنخلطو باش يدخل فيه داك الخميره والعسل. ونفس الكاس البنات به كنضيف 2 كيسان، يعني 2 كيسان د الماء كيحتاج هاد نصف كيلو ديال الدقيق القمح الكامل. البنات ضروري ما تقصحوش العجينه ديالكم، يعني ما تقصحوهاش، ضروري تبقى العجينه رطبه باش كيجي هشيش. وكنستمر البنات على الطريقه، يعني راه سهله. ما كندير يعني العدد الاول اللي ما غنديروش في هذا الخبز، لانني درتو فاش فعلت الخميره ديالنا. يعني ما ندلكش بزاف، عادي غير كنبسو وكنعجنو بيديا. الطريقه راه باينه، بحال كيف ما اي سيده كتعجن الخبز ديالها. غير هذا يعني كنستمر على هاد الطريقه هكا، يعني باش كيجيني رطب في يدي، ما كيجيش، حيت الدقيق القمح الكامل كيشرب البنات الماء. يعني كنبقى ندخل اي كميه درتها ديال الماء، كنعلكها مزيان وكندخلها في الخليط. عادي يمكن لي نضيف كميه واحده اخرى ديال الماء باش ما يجراليش في يديا. هانتوما شوفوا البنات كي كيجي راه خفيف وما كيتلصقش في اليد. كنضيفوا الخليط ديالنا على سطح العمل. والسر الثاني البنات هي هاد الملعقه ديال الزبده. منين كنضيفوا له هاد الملعقه ديال الزبده البنات، هو اللي كتعطيه داك الهشاشه والطراوه ديال العجن. هانتوما البنات راه كيبان لكم خفيف ولكن ما كيتلصقليش في يدي البنات. هذا هو السر ديالو البنات، يعني ماشي جريتو ولكن راه رطب باش كيجي هشيش في الخبز. كندخل داك الملعقه د الزبده مزيان وكنجمعها، وما كنخليش البنات يخمر. ما كنضيفش، يعني نخلي العجن ديالي يخمر على ما كنجي ندهن اللاطه ديالي اللي غندخلها للفران. وعلى ما كندهنها بالزبده وكنضيف لها النخاله ديال داك الطحين ديال الدقيق القمح الكامل. كنصفي واحد شويه منه البنات. مني كنت كنضيفو كنصفيه بالصفايه وكنحيد منه شويه ديال النخاله. هذيك هي اللي كنضيفها البنات، ما كنضيفش الدقيق، كنضيف النخاله. من بعد البنات ملي كندهن اللاطه ديالي مباشره كنجبد العجين وكنحطو على سطح العمل وكنطلقو بالدله كيف ما كيبان لكم في لا فيديو. وكنجمعوا البنات على شكل بودان. ضروري ديروا البنات هاد الطريقه هذه باش ما كيجيكمش ثقوب في، يعني في الخبز ديالنا ما كيجيش فيه داك الثقوب والفراغات في الوسط. ضروري نديروا هاد الطريقه البنات. وكنلويوها البنات وكنديروه في اللاطه ديالنا وكنبقاو يعني نشدو الفورمه ديال اللاطه ديالنا. وكان غير كنغطيوها البنات بواحد المنديل وكنحطوه حدانا على حساب الجو راه بارد. كنحطوه حدانا في سطح العمل غير على ما يتفاعل الخميره ديالنا ويختمر على حسب الجو البنات. كاين اللي يستغرق لك، المهم حتى تشوفوه ولا فحال هكا، يعني حتى ضاعفات الحجم ديال العجينه ديالكم، يعني ضعف الحجم ديالها. من بعد البنات ملي كيضاعف الحجم ديالها البنات كنسخنوا الفرن على درجه حراره 180 درجه تقريبا قسمين، يعني 10 دقائق. كنشعلوه باش يسخن، حيت الخبز ضروري تكون على نار مجهده في الاول. ومني كندخلوه كنقصوا عليه شويه البنات باش كيطيب على خاطرو. ومن بعد البنات منين كنبغي ندهن الخبز ديالي باش الزرارع تلصق لي في الخبز، كندهنوا البنات انا بالحليب. والحليب البنات راه ماشي بارد. نصحكم البنات منين تبغيو تدهنوا الخبز ضروري تدهنوه يا اما بالماء يكون دافي او الحليب يكون دافي باش يلصق لي، يعني اي زرارع درتها من فوقه باش تلصق. انا عندي البنات غير الشوفان والسمسم، يعني
هما اللي غنزين بيهم. واللي عندها يعني الزرارع بزاف، داك النوع ديال الزرارع مخلطه، يمكن لها تضيفهم. لكم الاختيار البنات. من بعد البنات كنضيفوا نيشان في الفرن ديالنا يطيب على درجه، قلت لكم الحراره كنقصوا منها لمده تقريبا ساعه حتى لساعه وربع، وهو كيطيب البنات. من بعد البنات من ينطاب، راني هاد المقطع البنات ما غتشوفوش الساعه اللي كان طاب لي، حيت البنات هاد الخبز ضروري السر الثالث هو خصو يبات الليله كامله البنات. هانتوما البنات انا راه مي جبدتو من الفران، دابا هذا اليوم يعني واحد اخر باش نكمل معكم هاد لا فيديو البنات. ضروري تخليوه ليله كامله، ديروا له تغطيوه بالسلوفان وتغطيوه بمنديل وتبيتوه ليله كامله باش يبقى لكم هكا. راه البنات الا خدمتوه في نفس النهار وفي العشيه قطعتوه غيعطيكم كسور بزاف. نتمنى الى عجبكم لا فيديو ديال هذا النهار ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وهذا هو الخبز ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران وبيتناه ليله كامله. شوفوا كي كيجي البنات محمر يعني على جميع الجويه ديالو. ومن بعد البنات ملي كنقطعوه، والنصيحه البنات ليكم اللي عندها الموس ديال المنشار تقطع به كيكون احسن البنات. انا راني ما قطعتوش يعني بالسكين ديال المنشار، غير بالسكين عادي وعطاني هاد النتيجه. والنتيجه البنات كتجي رائعه. ونتمنى الى عجبكم هذا النهار هاد الخبز توست ديال الدقيق القمح الكامل. وشكرا وبسلامه عليكم، الى فيديو ان شاء الله قادم. مع السلامه.